مساء الخير، كيف الحال؟ طبعا انتشرت قصص الحب في مواقع التواصل الاجتماعي، بدل ما كانت ستر واستقرار وتكوين أسرة وحياة زوجية مليئة بالمودة، لا صارت لازم في بث. يعني لازم ألقاها في بث عشان أحبها. يعني الخطبة تكون في البث. أول شيء الشوفة الشرعية اللي ما أدري إيش وضعها. الشوفة دي حبوا بعض. الملكة في السناب. الزواج عاد ما ندري، نشوف انه اكسبلور في اي تطبيق ثاني. صارت كذا قيم، اخلاق، عادات، دين بعدين على حسب. يعني اذا جابت مشاهدات كثير، اذا ما جابت مشاهدات يمكن يقول انا غلطت، معليش. اي شخص يتكلم ترى بجيب المحامي حقي. اوكي. طبعا اللي يقهر في الموضوع مو زواجهم، لان احنا عارفين الهدف، عارفين البدايه والوسط والنهايه، احنا عارفين خلاص اهدافهم، عارفين. الا هم ما يعرفون. احنا مقهورين انهم شايفين احنا خطا. يعني صرنا احنا خطا. تخيل. ويقول قصيده بنت الكفو لو دونها قفال ورجال. بنت الكفو. وش كفو؟ بنت الكفو ما هي في كل جوال. تقصد البيت ذا صح؟ إيه يمكن لخبطت انت. مصيونة منك بنت الكفو، ما خلت آدمي ما بثت معه. كيف ترضى يا أخي؟ كيف أرضى أنا ماشي أنا وزوجتي تصورون معاها؟ وجهة نظر، يعني رأي. والله يعني تؤمنون بحرية الرأي. رأي يعني. تخيل إني أمشي كذا، لو سمحت دقيقة بتصور مع زوجتك، تفضل وأنا واقف تصور معه. متى البث الجاي؟ إن شاء الله. مع السلامة. لا إله إلا الله. شوف للأمانة ما يهمنا يعني موضوعك مرة، بس لأن منه كتير. بس عندنا بس تعقيب بسيط يعني على بعض الشغلات، على العصبة، الشنب، المرجلة، التخبط في القرارات، مع انها مي بقرارات. انت ظهرت بوجه، بعدين لفيته، بعدين قلبوا عليك الناس، بعدين جبت محامي تهايط. بس في بعض الشغلات بس اللي هي المرجلة حقت العصبة والشنب، بنت الكفو والرجال، هذه ما عجبتنا. بس عشان كذا احنا ممكن زعلنا شوي. بعدين وش فيك انت؟ افلحت العصبة وافلحت عشان اهداف غير نبيلة. بس ان شاء الله يوفقكم ان شاء الله.